السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة بعنوان ازاي اعرف يا دكتور ان جرثومة المعدة ماتت. اقول لك تعرف لما تبدأ ان تختفي الاعراض بتاعتها ببساطة جدا. ازاي يعني تبدأ انك انت تحس تراجع في حموضة المعدة. الحموضة اللي كنت الاول تحس كل حاجة كأن حاجة ولع نار بتطلع في سلف حلقك او بتطلع كده في المريء. اول حاجه. تاني حاجه بعد كده تبدا تحس اعراض الام المعده بدات تختفي. كان اول الم على طول بيبقى ساعات يعني مصاحبه بقرح في المعده وحاجات بتعمل لك الم شديد وكده. دي تاني حاجه. تالت حاجه بعد كده بتبدا تحس الانتفاخ بدا يروح. بتبدا انك انت تقبل على الطعام بشكل احسن. تحس انك انت بدات الشهيه ترجع لك بتاعت الاكل تاني، بدل ما الاول كان في نفور انك انت مش قادر تاكل. كل ما تاكل حاجه تحس نفسك هترجعها او بترجعها في الفعل. بالفعل عايز اقول ايه تاني برضو، والغثيان الترجيع على طول ده بيبدا انه يروح. فدي كانت الاعراض اللي بتبدا انك انت تختفي عشان تعرف ان الجرثومه دي باذن الله تكون ماتت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.